لم نشاهد شيئا كهذا طيلة حياتنا. مباراة جعلت دوري الأمم يكتب من جديد. إسبانيا وفرنسا قدمت لنا أعظم ملحمة كروية في تاريخ البطولة. نيكو يفتتح الجنون وميرينو يضيف الثاني، والشوط الأول ينتهي ب2-0. لكن ما حدث بعد ذلك كان إعصارا من الأهداف. إسبانيا تحصل على ركلة جزاء، الكرة تسلم إلى لامين يامال ابن 17 يسجل بأجمل طريقة ممكنة، وبيدري يطلق الرابع ليصبح الحلم حقيقة. فرنسا تصطفق متأخرة، مبابي يسجل الأول لكن لامين لا يرحم، يرد بهدف خامس ويحتفل باحتفال رونالدو نفسه. ثلاثية فرنسية لم تكن كافية. إسبانيا تحطم فرنسا وتسجل عليهم أسوأ نتيجة في تاريخهم، وبعمر 17 عاما فقط لامين يامال يمزق كبرياء أقوى منتخب في العالم. هذه المباراة درس كروي لن ينسى أبدا. ولمشاهدة تقرير المباراة كاملا، التقرير موجود الآن على قناتكم عاش كرة القدم.